بسم الله والحمد لله وألف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رب الفيديو تاعي تاع نهار اليوم يلقاكم بألف خير. إن شاء الله اليوم غادي نروحوا مع بعض نديروا صوص شوكولا. هذه صوص شوكولا تجي كيما أوبتيلا، تجي للطلي في الخبز للأطفال مع قهوة العصر ولا مع قهوة الصباح، وتجي في الكريب في لي طاغت، تستعمل استعمال منزلي تاع كل يوم. لهذا الصوص شوكولا لازم لنا اول حاجه تكون عندنا براميكسير. نوجدوا هذا الاناء اللي غادي نخدموا فيه ونديروا فيه جميع المكونات. دوك نروحوا للمكونات. عندنا فنجان تاع سكر، فنجان حليب، فنجان كاكاو بني، وفنجان زيت عادي، زيت المائدة. هنايا غادي نروحوا للقيس. هنا نقيسوا بأي شيء يكون عندنا، قوبلي ولا شوب ولا كاس، بأي حاجة نعبروا بها. شولا يكون العبر نفس القياس كما نقولوا، مع قرصة ملح. ما ننسوش قرصة تاع الملح. هنا نديروا في الإناء القرصة تاع الملح هي أولا، نزيدوا جميع المكونات ما عدا الزيت، نضيفوا السكر، الحليب والكاكاو البني مع قرصة تاع الملح اللي ما ننسوهاش. هنا غادي نروحوا نديروا كاع المكونات ونبداو نخدموا بالبرا ميكسير. هنايا حتى تتجانس كاع المكونات ولا تخلط الكاكاو مع الحليب والسكر. هنايا الزيت ما درناش، درنا الحليب، السكر، الكاكاو والقرصه تاع الملح. هنايا الصوره راها موضحه بدون شرح. هنا نقعدوا نميكسو حتى تخلط لنا الكاكاو مع جميع المكونات. هنا نروحوا نجيبوا الزيت اللي غادي نزيدوه تدريجيا. الزيت غادي نقعدوا نضيفوا فيه تدريجيا بهذه الطريقه. هنا هكذا تدريجيا، ورانا او ميم طون نخدموا بالميكسر نخلطوا المكونات. هنا شبه المايونيز تقريبا، غادي نضيفوا الزيت شبه المايونيز. هنا نضيفوا غير تقريبا قيس ملعقه كبيره تاع زيت في كل مره. هنايا نميكسو مليح حتى تتجانس كاع المكونات. هنا وصلت للنص كاس تاع الزيت، قاعد نضيف تدريجيا حتى وصلنا للنصف. هنا كي نزيدو للنصف نعاودو نخلطو مليح، تما عاد نزيدو نضيفو الزيت. هنا رانا نميكسو، انا نخدمو بالبراميكسير او ميم طون رانا نضيفو في الزيت. هنايا الزيت ما خلوش ولا قطره، نضيفوها كاع خاطش قلنا نقيسو بنفس الحجم. انا هنايا للاخت تاعي ولا حماتي اللي نوجه لها تحيه منا ونقولها انت ماشي حماتي انت يا اختي، باسكو تربينا من الصغر ورانا خواتات حتى الان. قلت لها عبري بالفنجان الصغير اللي عندك في الدار. قلت لها وخدمي كي تنجح لك، تما عاده في المقادير زيدي. هنا للمبتدئات انا نقول قناتي اولا واخيرا للمبتدئات. هنا نقول المبتدئات بدو بالحجم الصغير، القيس ولا العبار اللي يكون عندكم اصغر في الدار هو نبدو به. كي تجينا شابه ويقولوا ندوقوها اصحاب افراد العائله ويقول لك راها مليحه، تما عاده نبدو نزيدو. كاين تعبر حتى بالكاس كي يكون عندها اون طاغت باغي تخدمها ولا اي حاجه. شوفوا هنايا كي ولت الاوبتيلا تاعنا ولا صوص شوكولا. غادي نديروها في الثلاجه. هنا خليتها في الثلاجه ربع ساعه برك، زادت في القوام وزادت في التقوليه تاعها. هنا قد ما خلوها في الثلاجه ماشي في المجمد، في الثلاجه عادي، تزيد تتقال، وقد ما تزيد تقعد تزيد تتقال وتجي واحد البنه ما شاء الله. انا داقتها بنتي والزوج تاع بنتي، غادي يخلوا لي نقول لهم ان شاء الله خلوا لي كومونتير باش يعرفوا باللي جات ولا اروع. هنا غادي نديرها في هذه البقاله ولا في هذه البلاره باش نستحفظ بها في الثلاجه لاستعمال اخر، وغادي نروحوا نخدموا مع بعض بها. نخدموا شحال من حاجه.
انا درتلكم الوصفه هي الاولى. هنا غادي نضربها كي من هكذا باش نخرجوا الهواء اللي فيها، خرجوا الهواء اللي فيها باش ما تخسرناش اوبتيلا تاعنا. هنا من نضربوهاش حتى تهرس لنا البقاله. هنايا غير بشويه حتى تخرج هذاك الهواء، حتى من نشوفوا بلا راه بسكوزاج غادي تبان لنا. كي نشوفوها روح الغازات تاعها تما عاده. هنا هذا الابن تاعي من حيت درتها في الثلاجه وهو يذوب، قال لكم جات بنينه. غادي نشوفوا لي جام تاع محمد شحال غادي يجيبونا من مشاهده وشحال يجيبونا من جام. غادي نروحوا نستحفظوا بها في الثلاجه، والفيديو القادم ان شاء الله بالك نديروا صوص كراميل ولا طوفيه. انا باغي نخدم بها ونشوفوا مع بعض الاطباق اللي غادي نخدموهم بها. الى الفيديو القادم ان شاء الله.